على فكرة انت الماتش ده انت ضيعته من ايدك يا استاذ تشافي. هتقول لي طب يا عم ما هو لعب كويس، اقول لك لا. انت التبديلات اللي انت عملتها دي تضيعت منك الماتش. وانت لحد دلوقتي ما تجيش تقول لي هي الريال كسبت ازاي، هي الريال عملت ايه، ده بص بيلينجهام عمل ازاي، ده بص مش عارف ايه. ما ايوه يا صاحبي، ما هو لازم يعمل. انت عارف اللي انت الريال دي طريقة لعبه. انت قتل دلوقتي اصلا الريال اصلا مميز بايه؟ هيقول لك بقوة الشخصية. هو اصلا عارف ايه قوة الشخصية دي؟ ما محدش يعرفها اصلا، فاهمني؟ محدش يعرفها ولا حد. يعني انت مميز بتيكي تاك وعملت شوط اول جامد. على فكره انت على فكره انا راضي على الفرقه على فكره، بس انا مش راضي على التبديلات اللي حصلت اللي نيمت الفرقه خالص قوي. منزل لي ناس تعبانه حرفيا. ايوه جايين من تعب، لكن انت تيجي تقول لي اصل الاداء ومش الاداء. انت كان ليك فرصه ان انت تطلع بالماتش ده باكبر سكور كبير قوي، بس انت المرقعه والتضييع الكتير، واللي ضيع يستقبل يا معلم. هتقول لي الريال في الشوط الاول ما شوتش ولا الكوره اصلا وما جاش، هقول لك لكن ما تجيش تقول لي ازاي الريال كسبت. ادائك انت يا معلم، ادائك كان زي الزفت بقى لما انت عملت التبديلات. اللعيبه مش فاهمه هي عامله ايه. واحد لسه راجع اول ماتش ليه قدام الريال، ما احترم حتى الموضوع كده. الموضوع مستفز بصراحه بصراحه اقسم بالله. استنى للاذان نرجع لموضوعنا. حتى انت كمان بتتكلم في نقطة اللي هو ايه. لا يا معلم، انت بتتكلم في طريقة اللعب بتاعت الريال هي مش مفهومة. ما تعرفش هم كانوا بيلعبوا ايه في الشوط الاول، وكان مهروجين جدا. وعلى فكرة الجول لما دخل الجون في الدقيقة 6 ده من جوندوجان. انت الكرة بتاعت لوبيز، طب انت الكرة بتاعت لوبيز دي يعني انا عايز اعرف. يعني هي اللي هي المعلومة بتتحط في البعيدة، هي بتتحط في البعيدة مش في القريبة عند الحارس. يعني هي لو لولا اصلا، يعني هي لو ما كانتش جت في العرض كانت هتتصد. لكن انت جاي بتجيب لي كورة مستفزة قوي، وضيعت كمية كور اكتر من بتوع الريال. انت ما فيش ولا واحد من الريال كنت شايفه كويس اصلا غير بيلينجهام. عشان لا مؤاخذة يعني كان بيلينجهام محطوط في الجيب برضه. جافي عيل صغير هم قد بعض بس اللي كان ماسكه كورة. انا عارف اللي كان فيه جون هيجي من بعيد، هيبقى جون حلو، وكان هيبقى لازم تتشاط كده عشان الماتش كان مقفل، وعشان كانسيلو كان بيلعب بأداء كويس، واللعيبه وجواو فيليكس. ممكن اقول لك شويه في حوار فران توريس، بس انا كنت شايف فران توريس كان هو اللي اتطرف وجواو فيليكس يلعب مهاجم وهمي. لكن انت تشافي دار الماتش قبل الماتش كان كويس من ساعه اما التعادل جه. تبديل بقى والحنكشه حصلت. مش متضايق من حوار لامين يامال، تمام. لكن انا اللي مضايقني رافينيا وابو ليلى او ابو ليلى اللي نزل، فاهم؟ روميو نزل هو بيلعب معاهم. انت كنت ناقص لاعب، انت فاهم النقطه؟ انت كنت ناقص لاعب. لكن انت الاداء ده انا احمله لتشافي على السكه، ولا اللاعب ولا اي حد. هتقول لي رافينيا ده واحد يا معلم جاي من اصابه، جاي من اصابه. معلش احنا ايه بنرمي الكلام كده في وسط الكلام كده اللي هو ايه. يا جماعه الموضوع بقى اوفر، والموضوع بقى علني، والموضوع بقى فيه وساخه، والموضوع بقى باين قوي اللي هو فيه يعني سكوت تام. مش مننا احنا كمان، من العالم كله. بس انت دلوقتي انت بقيت في غابه كبيره متحكمه بقى في ايه، في حوار حقوق الانسان والحاجات دي. نرجع لموضوعنا عشان يعني انت فاهم الموضوع يعني ايه. بقى ايه بقى حساس اللي هو ايه يعني خلاص. طريقة اللعب اصلا بتاعت برشلونة عجبتني في الشوط الاول، لكن انت في الشوط التاني لعب بنفس الاداء كويس وبتاع. لكن انت الريال وفي حوار فينيسيوس بقى، انا اجي بقى لحوار فينيسيوس ده بقى. انا السنة اللي فاتت قلت يا جماعة ما ينفع، وكان اكتر فيديو اتشاف عشان قلت فيه حاجة كويسة يعني، فاهم؟ ما ينفعش نتريق على واحد خلت ربنا وبتاع. انت بقى انت ما جيتش الماتش، وكنت محطوط، كنت زي الخرا، وكنت زي الزفت. ما تعيش الدور، ما تستفزش الجماهير، تمام. النقطة اللي انت عمال انت عملت ايه اصلا؟
ولا مؤاخذة انت بتيجي بتطلع تتكلم في حوار العنصرية وبتاع، والناس بتعنصر عليك. طب ما انت هو اللي انت اللي بتعمل، مش حد نكشك ولا حد بيقول لك يا قرد او بتاع. انت اللي بتجيبه لنفسك، وانت اللي هتنهي على مسيرتك بصراحة بصراحة بسبب الطريقة دي. وحوار برضو اللي انت يعني فاول يجي عيل بارد وكلح. يعني العب بطل رغي، بطل رغي على الميتين اهلك. ده انت مستفز بدرجه مستفز لنفسك. يعني انت اصلا ممكن تقول ايه يا جماعه القرف اللي انا عملته ده، هو للدرجه دي؟ يعني انت بتوع الريال هيتفوا عليك اصلا مش عشان يستفزني انا كبرشلوني، اتفق عليك. يعني انت في ما فيهاش فاول، موقف اللعب وساب الهجمه ولا مؤاخذه يعني فاهم الفريق عمال يدعك هو واقف حكم ما شاف ايه. يا عم انت عبيط ولا انت اهتم ولا انت ايه؟ مش فاهم. ما تركز يا حبيبي والعب كوره يا حبيبي. انت بقيت بتاع لقطات، خلي بالك بتوع اللقطات دول ما بيسلكوش. يعني خلي بالك بتوع اللقطات دول بيتشاطوا. وخلي بالك انت برضو في نادي برضو مش اللي هو ايه، ما بيحبش اللقطات دي. تمام. ما بتجيش معاهم على السكه. انا بقول لك اهو ما بتجيش معاهم. لاك مش مستفيد في النادي تغور في داهيه. تمام. لكن انت بالاداء ده سيبك من ماتش برشلونه، خلاص ماتش وخلص يا معلم. خلاص انا عارف ان الفريق مش وحش، هي التبديلات بس هي اللي كانت زي الزفت. كان ضاع منك ماتش للعمر بصراحه، كانت هتبقى فاهم فضيحه. بس يعني انا ما اعرفش الناس اصلا، خلي بالك هتكون مستغربه. الريال لعب يا اسطى في الماتش كان راح جاب بس ما كانش قوي، ما كانش قوي. بس انت عارف اللي ده وعارف اللي هو ممكن يرجعوا بكام غلطه بكام اي حاجه. ما يعني الجون اللي دخل ده يا معلم الاولاني ده جون جامد بصراحه وعجبني وما قدرتش اتكلم فيه. لكن الجون الثاني في واحد حمار بقى، انا عايز اتكلم بقى في النقطه دي. قال لك الله عليك يا مودريتش، الله عليك يا مودريتش. ده جاي بيستلم الكوره عملت باندا مين؟ عملت باندا على الارض. هو قال لي واتفاجئ اصلا لما جت لبيلينجهام. يا جدع الدكه بتاعت ريال مدريد هي ايه ده جون؟ ولا قالوا مش عارف ايه. هم مستغربين، هم عارفين اصلا ان هم ما يستحقوش المكس، بس اللي بيضيع يستقبل. انت لو كان على الورق هتشوف انت ايه ده، ازاي برشلونه طلعت من المباراه دي خسران او مش متعادله حتى. وعايز اقول لك كان في عيال قاعده بتتفرج معايا على الماتش متضايقه من حوار التعادل. انا عايز اقول لهم يا جماعه انت هيجي جون اصلا غلطه. انت الوحيد اللي شفته في الشوط الثاني بيلينجهام لما جاب الجونين واتشاطت. على فكره بيلينجهام ما كانش بيوزع لعب عدل اصلا. بيلينجهام كان مقفوش تكتيكيا، كان مقفوش بتوع خط النص كلهم. والمشكله اللي انت طلعت لوبيز، برغم ان انا ما كنتش شايف تطلع لوبيز دلوقتي، تتقل عليه طلعت ليه دلوقتي؟ بتنوع في ايه حضرتك؟ بتنوع ليه؟ طلعت كانسيلو ليه؟ انا هموت واعرف طلعت كانسيلو ليه. بدني؟ لا مش بدني، حنكشه، فزلكه، عبط. ليفاندوفسكي مش عارف يستلم كوره بتطول منه. ما اقدرش اكلمه، ما اقدرش اعاتبه، ما اقدرش اقول له مثلا ايه الهبل اللي انت عملته ده. ممكن اقول لك في نقطه اللي هو ايه، لا يا عم ده لاعب في كذا مطوشه فلا ايه الاداء الزفت اللي انت مقدمه يا ليفاندوفسكي. لكن انت لا، انت ولا مقدم ولا تستحق ولا تعمل اي حاجه. اللي انت اصلا تنزل اللاعبين دول ورافينيا بيموت اللعب، ولا عنده هو عايز يقطم بيبص مفيش، يبص على ده احسن واحد بصراحه اللي كنت شايفه في الماتش ده. برغم اللي هو اكيد بيلينجهام هو اللي هياخد يعني افضل لاعب في المباراه، كنت شايف جافي يا جدعان ماسك واكل الاخضر واليابس، نافخ اللعيبه كلها، مش مخلي كذا واحد يعدي. انت حتى برضو كل الاجوان هي كره شاط فاهم، مش مبرر برضو يعني فاهم، مش مبرر. انت عارف دول طريقه لعبهم، فكنت جازف على الريتم. بتهاجم بايه؟ برافينيا. فانا خلاص يعني اتمنى يعني فاهم الاداء يكون ثابت، ما يكونش فيه الحنكشه والفزلكه بتاعت تشافي، برغم ان هو مش اول مره يلعب الريال. فاتمنى يعني يكون يعني يكون في مدى كويس كده لبرشلونه لقدام. ويعني فاهم انا مش متضايق من حوار برشلونه ما عملتش غلطات كتيره، عملت يعني بتلعب بدأ كويس. بس انت فاهم الاخطاء اللي هي ايه، الاستغلاليه اللي هي سوء حظ.
سلام، وادعوا لاخواتنا عشان للاسف يعني فاهم مفيش حد عالم بيهم. ربنا يتولاهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.